السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم النبيين. 4 أندية أوروبية كبيرة تلاحق عمورة. إليكم التفاصيل. كشفت تقارير إعلامية أن أرسنال انضم إلى ليفربول وناديين آخرين في ملاحقة النجم الجزائري محمد الأمين عمورة الذي سجل 17 هدف في هذا الموسم. وأفاد موقع لاغازيت أن أرسنال هو أحد الأندية الأربعة التي تراقب مهاجم سانت جلويز محمد الأمين عمورة. وذكر أن نادي أرسنال وليفربول وأي سي ميلانو ومارسيليا تراقب عمورة عن كسب وتتابع عروضه الممتازة هذا الموسم. وانضم المهاجم الجزائري البالغ من العمر 23 إلى سان جيلويز الصيف الماضي قادما من نادي لوغانو السويسري مقابل 4 مليون يورو. وسيكون عمورة مراقبا من دون شك خلال مشاركته مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس أفريقيا للأمم بكوت ديفوار والتي تنطلق بعد بضعة أيام. وتواجه الجزائر أنغولا في مباراتها الأولى بالمجموعة يوم 15 جانفي، وهي المباراة التي سيغيب عنها عمورة قبل مواجهتين لاحقتين ضد بوركينا فاسو وموريتانيا. وبما أن مهاجم الخضر لعب مع فريقين هذا الموسم، فإن قواعد الفيفا تنص على أن عمورة لن يكن مؤهل للعب مع فريق آخر قبل الصيف، لذلك لن يقدم العروض للمهاجم الجزائري هذا الشهر، لكن اللاعب سيبقى ضمن مخططات الفريق الإنجليزي لا سيما نهائيات الموسم. وبالنهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، ولا تنسوا الدعاء لإخواننا في غزة.